المآخذ التي عليها، لا شك أن هذه المآخذ بينها العلماء، ونحن نبين ما بينه العلماء، ولا نفتئت على الأئمة ولا نتجاسر عليهم، فهم علماء، وقل من يسلم له كتاب، أبى الله عز وجل إلا أن يتم كتابه. هذه المآخذ بينها العلماء، وكل كتاب قد تكون عليه مآخذ إن لم تكن في المضمون تكون في الشكل. فمن هذه المآخذ أن الإمام الطحاوي لم يرتب مسائل العقيدة في هذا المتن أو في هذا الكتاب، ولهذا وقع الكلام مثلا على الصفات مفرقا، يعني لم يجمع الكلام الذي في الصفات الله عز وجل في مكان واحد. تراه مرة يتكلم عن الصفات ثم يدخل في باب آخر ثم بعد فقرات يرجع إلى الحديث عن باب الصفات. وكذلك وقع له هذا في القدر، فلم يجمع كلام أو معتقد السلف في القدر، بل جعله مفرقا. حتى في باب الإيمان أيضا لم يكن إراده للمسائل المتعلقة بالإيمان في باب واحد، فذكره في الأول ثم انقطع عن الكلام عنه ثم رجع في الأخير ليتكلم عن ماذا؟ عن الإيمان وما يتعلق به، وهكذا في نظائر من هذه المسائل. لكن عذر هذا الإمام أن هذا المتن كان شبيه بالإملاء، كان شبيها بالإملاء، عذره أنها كانت شبيهة بالإملاء، يعني لم يتم جمع مسائلها. هذا كتاب يعني لم يؤلفه الطحاوي في بيته فكتب الكتاب ثم بعد ذلك صار يرتب ويقدم ويؤخر. ومعلوم أن الأئمة كانوا يقولون وعرف عنهم هذا: ما من رجل يؤلف كتابا أو يضع تأليفا ويقنع به أول ما يقنع به في المرة الأولى، لكن لو رجعه بعد يوم أو بعد يومين أو بعد 3 أيام أو حتى لو طبع الكتاب لتمنى لو قرأه أن يقول: والله لو استقبلت من أمر ما استدبرت لا حذفت كذا وأضفت كذا وقدمت كذا وأخرت كذا. وهذا طبع الإنسان وهذا طبع البشر، الإنسان يصدرك على نفسه، فما بالكم أن يصدرك عليه غيره ممن يكون أعلم منه. هذا نقص في البشر مستولي على طبائع البشر. فالإمام الطحاوي رحمه الله لم يتسنى له النظر في ترتيب مسائل الاعتقاد، لأنه يجب ضم النظير إلى نظيره والشبيه إلى شبيهه وتجمع المسائل في باب واحد حتى لا يقع هناك تشويش على ذهن الطالب أو القارئ أو السامع لهذا المتن. لكن هذه أمور تقع، ولهذا ذكر رحمه الله في آخر شرعه أنه كان يتمنى لو رتب هذا الشرح على ترتيب أركان الإيمان ليكون الانتفاع به أبلغ، مع أنه تدارك لكن قد عاجلته المانية ربما أو لم يتسن له ذلك. يعني كان يتمنى لو أنه رتب مسائل الاعتقاد على أبواب الإيمان، فهذا الترتيب هو ترتيب شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يحسن أن يبدأ الإنسان في تدريس العقيدة بالإيمان باليوم الآخر ويترك الإيمان بالله، أو يبدأ بالقدر ويترك الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل. فلا بد من هذا الترتيب الذي بينه جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه المآخذ أن هذا المتن وهذا الكتاب لم يحرر عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الإيمان، وقع فيها خلط واشتباه، حيث أن المؤلف رحمه الله سار على ما عليه مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان. والدليل على ذلك أنه قال: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، لأنه حذف العمل من الإيمان، بل قال بعد ذلك: وأهله في أصله سواء، وكأنه لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه. وهذه لا شك أنها من مقالة المرجئة، لأنه يقتضي أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، بل حتى وأعمال القلوب. وإن كان بعض العلماء قال
بأنها عبارة عن اختلاف لفظي، لكن هذا إن شاء الله يأتي تحريره وبيانه لما نصل إلى هذه المسألة. من المآخذ على هذا المتن أن فيه عبارات مشتبهة، فيه عبارات فيها نوع إيهام، والقاعدة في هذا أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارات الواضحة. هذه قاعدة عند العلماء، بمعنى أن النصوص المشتبهة في القرآن الكريم أو النصوص المشتبهة في السنة لا بد أن تفسر بالنصوص الواضحة وترد إليها. هذا ما عليه مذهب الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أن يرد المتشابه إلى المحكم. وحتى في كلام العلماء، أنت رأيت كلام عند أهل العلم واشتبه عليه، أنت لا تأخذ ما قاله لكي تشنع عليه أو تجرحه من غير حق، بل ينبغي أن تأخذ مجمل كلامه المبثوث هنا وهناك وترد المتشابه إلى المحكم، لأن هذه هي طريقة الراسخين في العلم كما بين الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور التي هي من المآخذ التي ذكرها العلماء في هذا المتن أنه وقع فيها تكرار للكلام في عدة مواضع، كرر فيها بعض المسائل الذي تقدم له تقريرها وبيانها وتحريرها، وهي لا تحتاج إلى إعادة طرح وذكر صيغة جديدة أو تأكيد لها. ولكن كما قلنا أن عذر الإمام الطحاوي أن هذا المختصر أملاه على الطلبة، وفرق بين إنسان أو عالم يملي على الطلبة شيئا من حفظه ومن ذاكرته، وبين عالم يقعد في بيته يكتب ويراجع ويستدرك على نفسه ويصحح. لا شك أن الأمر مختلف جدا.